بتشطب شقتك؟ تابعني، ادخل الصفحة هتشوف شغل كتير هيعجبك. النهارده احنا في تسليم جديد في كومباوند برومناد جنب الخمايل في زايد. شقة الأستاذة أسماء الحمد لله خلصنا على خير وفي فترة زمنية كويسة جدا، تقريبا شهرين. الحمد لله جينا شقة هنا كانت على المحارة، خلصنا طبعا تأسيسات الكهرباء والسباكة والفريون، وبدأنا نعمل بقى البورسلين او السيراميك، مرحله السيراميك، وخلصنا. والشقه هنا فيها بورسلين زي ما انتم شايفين في الارضيه لامع شكله جميل، والحمامات مط. ومن شياكه الحمامات ان هي مط. في 3 حمامات هنا في الشقه هنوريها لكم دلوقتي، كل حمام بذوق واختيار وديزاين مختلف. طبعا خلصنا الجبسن بورد وعملنا توزيعات الاضاءه بالليد ماجنتيك. هنا في الجزء ده في مكتبه تلفزيون بتتصمم مع الفرنتشر. طبعا الكلاينت هنا بنحترم خصوصيته، ان هو قال انا مش عاوز اصور بعد الفرنتشر، فالحمد لله قدرنا ان احنا نصور دلوقتي. بس هنا في مكتبه تلفزيون شكلها جميل جدا، وهنا في كونسول ومرايه شكلهم حلو جدا، وطبعا عاملين حسابات لكل حاجه برضو حتى بعد التركيب. عندنا هنا الحمام هنا كان صغير، والكلاينت هنا برضو ما حبش يعمل الباب الحمام جرار، حب يعمله مفصلي برضو، بس عملناه بيفتح لبره. وعملنا هنا طبعا حتى مخارج الكهرباء ما ركبناش البرور علشان خاطر التجليده لما تتعمل في الجزء ده. وعندنا كمان هنا الحمام قدرنا نوزعه فيه صندوق دفن بقاعده معلقه شكلها شيك جدا، وهنا اليونتس قدرنا نعملها بشكل جميل مع الجزء بتاع المرايه شكله جميل جدا وشيك، وكل الالوان اللي موجوده في الشقه ماتشنج كلها مع بعضها. واحنا كمان من الناس اللي بتحب الهدوء عشان خاطر الحاجات دي بتخلي الشقه شكلها جميل. الابواب بالشكل ده ابواب تركي شكلها جميل وديزاين مختلف وشكله شيك. المطبخ وزعناه بطريقه جميله جدا، وقدرنا نوزع كل مكان فيه مكان للبوتاجاز، مكان هنا في ثلاجه وديب ليزر، وهنا الغسالات، الليد بروفايل في السقف، وكمان الشفاط في السقف بيلد ان بالبلور. البلور بيبقى خارج بره في المنور، ونسبه الشفط بتاعه البلور بتبقى احسن شويه من الشفاط العادي. قدرنا نوزع الليد بروفايل وتوزيعات الاضاءه. وهنا عندنا الحمام الرئيسي. طبعا قلت لكم ان السيراميك هنا مط 60 في متر و20 شكله جميل جدا وراقي جدا. السيراميك المط ده بيبقى شكله جميل في الحمامات. عندنا اليونتس برضو هنا شكلها جميله جدا مع الحوض مع المرايه تاتش. هنا الشاور، وقدرنا نعمل طبعا خلاط الدفن بشكله جميل جدا مع الخوارنقات مع صندوق الدفن. كل التفاصيل جوه الحمام خلت الحمام شكله جميل. الجبسن بورد، الفيلات مع الاسبوتات مع الليد بروفايل، التفاصيل دي كلها خلت الشقه جميله جدا. عندنا كمان هنا الغرفه الماستر، وقدرنا نعمل هنا بيوتك فوق السرير بس عشان الجزء ده هيبقى فيه السرير، وهنا في طبعا التكييف، وقدرنا نوزع 2 ابليك شكلهم شيك جدا وجميل. وهنا في جزء برضو هيتعمل دريسنج في المكان ده كده، عملنا مخارج الكهرباء بتاعته وما ركبناش بار الباب علشان خاطر التجديده لما تيجي تتعمل. عندنا هنا الحمام بتاع الغرفه الماستر، قدرنا برضو نوزع هنا يونتس شكلها جميل جدا مع الجزء المرايه تاتش مع قاعده عاديه شكلها جميل. وقدرنا كمان هنا في الشاور نعمل الجلسات دي، الجلسه دي شكلها جميل جدا مع المسطره في الارض والخوارنقات بالاضاءات. هنا الخلاط الدفن برضه شكله جميل جدا. الجبسن بورد في السقف، كل التفاصيل دي قدرنا نوزعها بشكل جميل شيك منظم. عندنا كمان غرفتين هنا، غرفتين قدرنا نوزع فيهم كل حاجه بتفاصيلها. زي عندنا هنا الغرفه دي طبعا الدلايات او النجفه في السقف شكلها جميل جدا مع الليد بروفايل. بيوت الستاير والاضاءات اللي جوه بيوت الستاير، اماكن ومخارج كل حاجه. هنا في مكتب، هنا في تسريحه، التفاصيل دي كلها قدرنا نوزعها. هنا في كمان تلفزيون وتوزيعات الاضاءه، وكمان الاكسسوارات مع الاسود مع الاسبوتات السوداء في السقف. دي من الحاجات برضو اللي كنا مميزين فيها، وشوش الكهرباء. كل الحاجات والتفاصيل دي بتخلي الشقه جميله. هنا مكان لغرفه، وعمال برضو مكان للتلفزيون، وهنا مكان للتكييف، والجزء ده فيه مكان للسرير. ووزعنا الاوضه بطريقه مناسبه شيك جميله.
طبعا كل شغلنا او معظمه بيكون هادي جدا، وطبعا بنوجه الكلاينت ان هو يختار حاجه سيمبل هاديه بسيطه. حتى اختيارنا في الالوان بيكون هادي، دي من الحاجات الحمد لله رب العالمين ان احنا بنتميز بيها. في نهايه الفيديو انا بشكر طبعا كل الناس اللي اشتغلت على البروجكت ده، وبشكر مهندس ابراهيم، مهندس مصطفى السويفي، بشكركم جدا. بشكر كمان فريق العمل من السوشيال ميديا، وبشكر كل صنايعي او كل عامل او كل مقاول جه اشتغل هنا في المكان، لان طبعا مجهودهم كبير جدا. بشكركم جدا، بشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.